أهلاً وسهلاً. في أخبار بتمر مرور الكرام، وفي أخبار ثانية ممكن تغير قواعد اللعبة تماماً. اليوم قصتنا عن خبر من النوع الثاني، جاي من المغرب. شركة كندية أعلنت عن نتائج خلونا نقول إنها مذهلة، وممكن جداً تحط المغرب على خريطة التعدين العالمية بشكل مختلف تماماً. السؤال اللي بيطرح نفسه فوراً هو: هل هذا مجرد خبر حلو وننبسط فيه شوي، ولا ممكن يكون نقطة تحول حقيقية لقطاع التعدين المغربي كله؟ خلونا ندخل في التفاصيل ونشوف مع بعض. تمام، نبدأ بالقسم الأول، اكتشاف معدني ضخم. خلونا نتعرف على الحقائق الأساسية. القصة كلها بدأت بإعلان من شركة كندية اسمها آيا جولد أند سيلفر، والإعلان ما كان عادي أبداً. الشركة وصفته بأنه واحد من أهم الاكتشافات اللي صارت في المغرب من سنين طويلة. طيب وين صار هالاكتشاف بالضبط؟ في مشروع اسمه بو معدن بإقليم الرشيدية، والموقع هذا له أهمية خاصة لأنه قريب جداً من الحدود الجزائرية، وهذا بيعطيه بعد استراتيجي إضافي. حسناً، عرفنا مين وين، بس القصة الحقيقية زي ما بنعرف دائماً بتكون في التفاصيل. شو اللي بيخلي هالاكتشاف فعلاً شيء استثنائي لهالدرجة؟ بيان الشركة كان واضح جداً. نتائج الحفر مش بس كانت جيدة، لا، هي فاقت كل التوقعات. الموضوع مش بس إنهم لقوا كميات أكبر، الأهم هو إنهم لقوا خامات جودتها خرافية. هذا الاكتشاف ممكن يحول مشروع أبو معدن لواحد من أهم المناجم في المنطقة كلها، مش بس في المغرب. يلا ندخل في صلب الموضوع. الأرقام. الكلام حلو، بس الأرقام ما بتكذب. خلينا نشوف شو بتحكي لنا كنوز الأرض هذه بالضبط. تخيلوا معي، على عمق 118 متراً تحت الأرض وصل الحفر لطبقتين من الصخر، وهالطبقتين هم أساس كل هالضجة اللي صايرة. جهزوا حالكم للأرقام الجاية. شوفوا هالجدول معنا، عنا مقطعين. خلونا نركز على الفضة في المقطع الأول، 1900 جرام في الطن، 1900. وفي المقطع الثاني الذهب بيوصل ل 5.37 جرام للطن. يا جماعة، هذه مش بس أرقام عالية، هذه أرقام بتتصنف على إنها استثنائية عالمياً، يعني ثروة ضخمة جداً. الأرقام كثيرة وممكن تضيع الواحد، بس عشان نفهم حجم الموضوع خلونا نمسك أهم 3 أرقام ونفصصها. نبدأ بالفضة، 1900 غرام بالطن الواحد. عشان نتخيل الرقم هذا، أغلب مناجم الفضة المربحة في العالم بتشتغل على تركيزات بين 250 ل 300 غرام بالطن، يعني الرقم اللي قدامنا أكثر من 6 أضعاف. هذا مستوى عالمي بمعنى الكلمة. وبعدين الذهب 5.37 غرام في الطن. القاعدة في عالم التعدين بتقول إنه أي منجم فيه أكثر من 5 غرامات ذهب بالطن يعتبر منجم عالي الجودة ومربح جداً، وهيدا الرقم بتجاوز هالمعيار بكل أريحية. وآخر شيء الزنك بنسبة فوق 6%. الزنك معدن أساسي في كل الصناعات تقريباً، من السيارات للبناء. وجوده بهالنسبة العالية بيعني إنه المنجم مش بس كنز من المعادن الثمينة، لا، هو كمان مصدر صناعي استراتيجي ومهم جداً. طيب، أرقام جيولوجية رائعة، بس السؤال اللي بيطرح نفسه دايماً: هل المشروع مربح؟ خلونا ننتقل للجانب الاقتصادي ونشوف كيف هالصخور بتتحول لفلوس. وهنا بتيجي المفاجأة الحقيقية، التوقيت. الموضوع مش بس بالأرقام، شوفوا التسلسل الزمني. قبل 3 أسابيع بس الشركة نشرت تقييم اقتصادي مبدئي بيوصف المشروع بأنه واعد جداً، بس الحين مع هالنتائج الجديدة كلمة واعد يمكن ما عادت تكفي. المشروع صار استثنائي. يعني تخيلوا الموقف، المستثمرين كانوا مبسوطين أصلاً من التقييم الأول، والآن بتيجي هالنتائج كأنها تأكيد قوي جداً إن اللي بين إيديهم أكبر وأهم بكثير من اللي كانوا بيتوقعوه. كل هذا بيوصلنا لسؤال واحد، هو السؤال الأهم للمستثمرين وللاقتصاد المحلي: ما هو العائد المالي المتوقع من كل هذا؟ الجواب في رقم واحد، سنة واحدة فقط. هذا هو الوقت المتوقع عشان الشركة تسترجع كل فلس استثمرته في المشروع، خصوصاً مع أسعار الذهب المرتفعة حالياً. في عالم الاستثمار، عائد بهالسرعة يعتبر شبه مستحيل، وبدل على ربحية خرافية للمشروع. وفي النهاية السؤال بيكبر وبيصير أبعد من مجرد أرباح للشركة.
هل ممكن هذا المنجم يتحول لمحرك اقتصادي يغير وجه المنطقة كلها، مش بس الرشيدية بل المغرب كله؟ الأرقام بتقول إنه ممكن جداً، والمستقبل مبين إنه بيلمع تماماً زي الدهب اللي تحت الأرض. شكراً للمتابعة.